المفروض ان هاني ابو ريده رئيس اتحاد الكرة المصري يشوف مين الموظف اللي سرب الخبر لبيراميدز وقال له الحق ده جراديشار ما كانش متسجل على الموقع الرسمي، ان جراديشار ما اتعملش عليه كونفيرم في اتحاد الكرة، ان جراديشار ما اتعملش عليه امبروف على السيستم في اتحاد الكرة. هنا المعلومة دي خرجت من جوه اتحاد الكرة، لان بيراميدز مش من حقه اساسا يطلع على السيستم بتاع اتحاد الكوره. اكيد المعلومه دي اللي وصلها البيراميدز موظف من داخل اتحاد الكوره، فالمفروض هاني ابو ريده يتم التحقيق مع الموظف اللي سرب المعلومه ويتم توقيع عليه العقوبه، ويطلع للناس ويطلع للعالم كله ويقول لهم يا جماعه الموظف الفلاني اللي في اتحاد الكوره هو اللي سرب الخطأ، وهو اللي عمل كده وما عملش كونفيرم على جراديشار او ما عملش عليه امبروف. وبناء عليه بيراميدز قام بشكوى للفيفا ضد اتحاد الكوره. انما ان هاني ابو ريده ما يتكلمش ويعرض كده الموظفين اللي في اتحاد الكوره للتحقيق وما يبقاش فيه شفافيه والناس ما تعرفش، لا ما ينفعش، لازم يبقى فيه شفافيه وكل الناس تعرف. هنا السؤال، بيراميدز انت النادي الاهلي معلوش اي عقوبه ولا عليه اي مسؤوليه، لان في مسؤول من الاهلي راح استلم البطاقه الدوليه بتاع اللاعب، استلمها عن طريق الايميل وتوجه بيها لاتحاد الكوره، وبناء على البطاقه الدوليه اللي معاه طلع كارنيه لجراديشار، كارنيه طالع من اتحاد الكوره. يبقى هنا النادي الاهلي معلوش اي مسؤوليه. امال المسؤوليه على مين؟ المسؤوليه على الموظف اللي في اتحاد الكوره، الموظف اللي قاعد على السيستم قدام الكمبيوتر. المسؤوليه على الموظف المفروض يعمل امبروف للاعب او يعمل كونفيرم للاعب. الموظف ما عملش الكلام ده. ليه ما عملش الكلام ده؟ عشان يخلق ازمه، عشان يقول لك ايه ده جراديشار مش متأيد على الموقع الرسمي لاتحاد الكوره، ازاي يلعب؟ امال الكارنيه اللي احنا خدناه من الاتحاد الكوره خدناه ازاي؟ الكارنيه اللي تم الحصول عليه من النادي الاهلي من اتحاد الكوره كارنيه جراديشار. انتوا ما تعرفوش يا جماعه ان الحكم قبل المباراه بيشوف كارنيهات اللعيبه كلها اللي طالعه من اتحاد الكوره؟ ما لو الحكم ما بيشوفش الكارنيهات خلاص بقى اي نادي يجيب اي لعيب يقول له خش العب، ما فيش حد بيراقب ولا حد بيراجع. الحكم قبل المباراه اللي هو محمود البنا مراجع كل الكارنيهات وتاكد ان جراديشار فعلا طالع له كارنيه من اتحاد الكوره ان هو فعلا مقيد بالنادي الاهلي. يبقى هنا النادي الاهلي معلوش اي مسؤوليه. كل الاعلاميين امبارح طلعوا، خالد الغندور وغيرهم، يقول لك ايه ده من حق بيراميدز اللي هو يطلب بالثلاث نقاط. ثلاث نقاط ايه اللي يطالب بيهم؟ لو في عقوبه هتوقع على اتحاد الكوره، لو في عقوبه هتوقع على الموظف اللي قاعد قدام الكمبيوتر على السيستم وما عملش امبروف للاعب او ما عملش كونفيرم للاعب واتصل باداره بيراميدز. انا هقول لكم على معلومه بس طبعا عايز الكاشات. ايه المعلومه؟ ان انا دلوقتي ما سجلتش جراديشار على الموقع في سبيل الحصول على طبعا اكيد مبالغ عشان خاطر نعمل ازمه ونقول النادي الاهلي يتخصم منه الثلاث نقط او النادي الاهلي يتوقع عليه عقوبه. وده طبعا استحاله الفيفا يوقع النادي الاهلي اي عقوبه، لان النادي الاهلي مشي كل الاجراءات قانونيه. استلم البطاقه الدوليه يوم الجمعه، يعني قبل الماتش ب 72 ساعه، مش ب 48 72 ساعه، وبعد كده توجه لاتحاد الكوره وتم الحصول على كارنيه للاعب جراديشار. يبقى كده النادي الاهلي ماشي كل الاجراءات قانونيه. عارف النادي الاهلي ما كانش معاه كارنيه للاعب من اتحاد الكوره كنت اقول لك النادي الاهلي يوقع عليه عقوبه، لاننا يكون النادي الاهلي ارتكب مخالفه. انما النادي الاهلي الحمد لله عارف القوانين وبيمشي على القوانين، لان ده طبعا نادي كبير، استحاله طبعا يعني حفره زي كده يقع فيها. ده مش مركز شباب يا جماعه، ده النادي الاهلي. فهنا اللي خلق الازمه موظف جوه اتحاد الكوره، اللي خلق الازمه الموظف اللي قاعد قدام الكمبيوتر في اتحاد الكوره، ما عملش امبروف للاعب، ما عملش كونفيرم للاعب عشان اللاعب يتسجل على الموقع او على السيستم لاتحاد الكوره. فهنا بيراميدز هيعمل شكوى، ما يعمل شكوى، يشتكي في الفيفا، يشتكي في الفيفا، اللي هيتم عليه العقوبه هو اتحاد الكوره وليس النادي الاهلي. فبيراميدز ما يحلمش لو ياخد الثلاث نقط من النادي الاهلي، ما تحلمش. الفيلم ده كله هيبقى فيه عقوبه على اتحاد الكوره، واتحاد الكوره هيوقع عقوبه على الموظف. ونتمنى ان هاني ابو ريده يقول لنا مين الموظف اللي عمل كده عشان يتم طرده من اتحاد الكوره خالص.